من المعسلات اللي كتكون حاضره بقوه في الموائد الرمضانيه، البشنيخه المغربيه اللي كتجي هماويه، كتجي رائعه، كتجي هشيشه بزاف. نبداو بالطريقه والمقادير في نفس الوقت. عندنا كيلو ديال الدقيق، انا نعطيكم عبر ديال الكيلو. عندنا 250 غرام ديال الزبده، عندي هنا كاس ديال الزنجلان او اللوز، هنايا عندي مطحون، انا طحنته خضر هكاك. وغادي نزيد له شويه المليحه، واحد المعلقه ديال القرفه، واحد المعلقه ديال الخرقوم، وغادي نزيدوا له فاني، معلقه بكيه او 8 غرام ديال الخميره الكيماويه، شويه ديال خميره الخبز. صافي غادي نحركوا هاد العناصر ونخلطوا العناصر مزيان. غادي نزيدوا 250 غرام ديال الزبده، نزيدوا 2 معالق ديال الخل او معلقه كبيره، ما تكثروش الخل باش ما يجيكمش كيتهرس، لان البشنيخه الطريقه ديالها صعيبه شويه حيت كتجي رقيقه دغيا كتفتت. من بعد غادي نجمعوا العجينه ديالنا بالحليب، الحليب عادي، ما يكونش بارد ما يكونش سخون. وصافي غادي نجمعوا داك الدقيق، تكون العجينه شويه قاصحه، ضروري تكون قاصحه. بعد غادي نجمعوها، ما ندلكوهاش، ونقسموها كويرات، ونبداو الطريقه ان شاء الله. غادي نقسموها الى قطع صغيره كما كتشوفوا. انا استعنت بالدقيق باش ما تلصقليش. وصافي غادي نديرو نفس العمليه اللي كنديرو الشباكيه، كنسرحوها شويه وكنطويوها على جوج جهات حتى كنكملوا كاع العجينه اللي عندنا، ونخليوها تستراح. يعني ملي نكون كملت انا كاع القطع كيكون صافي طلقت لي العجينه، ونبداو التشكال. هنا كما كتشوفوا غادي نغطيهم ونخليهم. بعد غادي نجيب القطعه الاولى اللي درت وغادي نسرحوها، نرقوها مزيان. ممكن تستعنوا بديك الاله اللي كترقق. المهم انا رققتها كما كتشوفوا معايا دغيا كترقق، يعني بلا ما تحتاج ديك الماكينه. حتى الا بغيتو تقطعوها بيديكم تقطعوها بالموسكه شرائح طويله تشكلوا بها البشنيخه. غادي نستعين بديك الماكينه لانها كتسهل علينا العمليه، وكتجي البشنيخه رقيقه، كتجي عبار واحد. صافي هنايا كما كتشوفوا كنكمل العمليه ديالي كامل، كنبسطهم مزيان باش نسهلوا العمليه ديال تقطع ديال البشنيخه. هنا كما كتشوفوا غادي نديرها في هذه الاله. هاد الاله من احسن تفيكسيوها في الطابله. هنا انا غير كنعدلها معكم باش تشوفوا، لان عندي الكوزينه مضويه. وهنايا كما كتشوفوا كنحاولوا نعدلوا داك السباغيتي اللي خرج لنا او البشنيخه اللي خرجت لنا. نفس العمليه كنديروها كما كتشوفوا، يعني عمليه سهله النتيجه سريعه. وصافي كنكملوا العمليه ديالنا حتى نكملوا كامل البشنيخه اللي عندنا. كنسرحوهم ونقدوهم، وانتوما وعينكم ميزانكم، يعني هكا تبقاو تقسموا داك الحرابيل، بغيتوها حمرين ولا بغيتوهم شويه رقاقين. وهنا غادي تتبعوا معايا الطريقه اللي سهله. كنضغطوا بين قطع، ومن بعد غنقطعوها ونشكلوها. الا كان شي زائد غنحيدوه باش ما يتحلناش في القلي. وصافي هذه هي العمليه سهله. كنجبدوا شويه دوك الشرائح باش يعطينا لا فورم ديالها. هذه غادي نديروها شكل ورده، درناها شويه كبيبره كما كتشوفوا معايا. التقطع ديالها غادي نلويوها هكا على شكل ورده عقده. وصافي بغيتوها تجيكم شويه رقيقه على هذه نقصوا شويه. المهم انا كتعجبني هكا، وهكا كتساعدنا ما كتقطع لناش حتى في القلي. هنا صافي كنكمل جميع القطع اللي عندي، واي حاجه زايده حيدوها باش ما تحلكوش كما قلت لكم. وصافي نستمروا على العمليه حتى نكملوا كاع العجين اللي عندنا. مقادير يعني مضبوطه ديال هاد البشنيخه كتجي رائعه بزاف. انا نخلي لكم المقادير مكتوبه ديال الكيلو ديال الدقيق، لان هاد البشنيخه انا عاودتها. وهذا ثالث فيديو درت البشنيخه. مره كندير الزنجله، مره كندير اللوز، وهي ماشيه. صافي هنا من بعد ما كملت كاع القطع اللي عندنا الزيت تكون سخونه، وعندنا العسل، وعندنا واحد القطار اللي نستقطروا فيه ديك الزيت ونوضعوا فيه هاد البشنيخه. صافي كنقصوا البوطه ونبداو كنقليو، ما نخليوهاش تحمر بزاف، شويه شويه. وما تكثروش في المقله البشنيخه، يعني ديروا تقريبا واحد 10 القطع ولا هكا، باش في الساعه يعني تعاونكم. صافي غير شويه شويه تبقاو تحيدوها لانها دغيا كتحمر.
وصافي من بعد ما نسقطوها بالزيت مزيان ونديروها في العسل، ومن بعد نديروها في شي اناء ولا شي هكا صفاي ونخليوها تسقطر ديك العسل ونزينوها. هذه هي النتيجه النهائيه، كتجي رائعه، كيجيو هشاشين ويجيو مقومين ويجيو لذاذ بزاف.